ازاي تخلف توأم وبدون روت؟ بيحكي وبيقول ان هو ومراته قرروا يخلفوا توأم، بس للاسف هم عارفين ومتأكدين ان ده طبعا خارج عن ارادتهم، سواء كان من الزوج او الزوجة، وانه بايد طبعا ربنا بس ورزق من عنده. والاسوأ ان لا عيلتها ولا عيلته عندهم توأم قبل كده، فجينيا اكيد ده صعب كمان. كنا بنقول ازاي نخلف توأم بقى؟ بيحكي وبيقول اللي حصل معانا كالآتي، ورب العباد شاهد على كلامنا. اتفقت انا وزوجتي كل يوم يوميا اننا نطعم 5 مساكين على قد حالنا، وحرفيا كانت بتعمل اكل في البيت بنية ان ربنا يرزقنا بالتوأم، وكنت اخد الاكل وانزل بيه على دار الايتام، وهناك اللي كان له نصيب في الاكل بياخد. قررنا كمان نزرع شجر، والله هو كان قرارنا كده وتفكيرنا كده، بس زراعة الشجر دي بناخد عليها ثواب حلو جدا. كنا نصحى الفجر نصلي الاول، ثم يوميا والله الساعة 7 الصبح زي اللي عندهم حضانة نروح نزرع فوق القبور شجر وصبار بنية ان ربنا يرزقنا جل في علاه التوأم اللي نفسنا فيه. جت فكرة لمراتي بانه تصدق كل منا بخير من عمل، يعني مثلا هي بتجيد لغة تركية وقعدت تفكر معايا انه بتعرف تعمل ايه انت كمان، فقلت لها انا بعرف اسوق كويس، فقالت لي طب ايه رأيك تعلم الناس على عربيتك السواقة، لان دي اكتر حاجة انت متمكن فيها. فقالت اي حد هيجي يتعلم لغة هكمل له الكورس ببلاش، ونزلت الاعلان على الفيسبوك وعلى الواتساب، وجالها فعلا شوية بنات يتعلموا التركي. وقررت ان انا كمان اعلم الناس السواقة وببلاش، وبرضه بنفس النية ان ربنا يرزقنا بتوأم. وكان اخر فكرة وصلنا ليها اننا نختم القرآن كل شهرين مرة، يعني جزء على يومين. جت مراتي في الاخر وحصل الحمل، يومها كانت الفرحة بتنط من عينينا، ولسه ما نعرفش خالص الجنين هيكون نوعه ايه، بس قعدنا نشكر ربنا. وجت لنا وقتها فكرة المضاعفة اللي هو نضاعف العمل، فضاعفنا كل حاجة بنعملها للضعف، زي مثلا المساكين بقوا بدل 5 10، والكورس اللي هي كانت بتديه وبتشرحه لعدد معين ضاعفنا عدد الناس. وانا بقيت بلف على القهاوي وعلى الكافيتريات واقول لمين عايز يتعلم السواقة واعلمه. كل شهر كان بيعدي وبطن مراتي تكبر واحنا ندعي ونزيد في تضاعف للعمل ذاته. وكانت مراتي بدأت تتعب تعب شديد بسبب المجهود المبذول ده، بس كانت تقول لي والله ما هرتاح الا لما ربنا يرزقني، ومعلش التعب انا ربنا يقدرني عليه. ورفضنا نعمل سونار وقلنا دي هدية المولى ونتركها كما هي. ووصلنا للعمل ده في الاخر لاننا وصلنا لاطعام 35 مسكين، وعلمت 167 شخص ببلاش سواقة وعلى عربيتي ومن بنزيني، وزرعنا اكتر من 800 بذرة صبار وزرع وشجر صغير كتير. وهي ادت كورس ل 116 بنت مجانا، وختمنا القرآن كله ما يقارب 2.5 مرات تقريبا. وكانت دي ايام مراتي الاخيرة في الحمل، وخلاص جبنا اخرنا. وجت مراتي ولدت، وسبحان الله هو ربنا في الاخر ما رزقناش بالتوأم، بس فرحنا جدا باللي عملناه. وكمية الحماس وايماني انا ومراتي بربنا، ما حصلش نصيب، ما رزقناش 2، بس ربنا رزقنا ب3. والله رزقني بولد وبنتين، وانا كنت يومها في المستشفى بجري وبعيط وبصرخ يا الله 3 يا رب. سميناهم رفيف وفريدة وفارس، وما رجوناك إلا وكنت كافلا بينا.